احنا ليوم 30/6 هيطلع العجز بتاعنا لا يقل باي حال من الاحوال عن 280 مليار جنيه في الموازنه العامه. طب العجز ده معناه ايه؟ كانت الدوله ليها ايراد قد كده، كانت بتقول والله عليه 493 مليار جنيه، كانت حاطه دماغتها وهي بتحط الموازنه ان هيجي لي ايراد قد كده. هنصرف 593 مليار جنيه، يبقى عجز مبدئي كده 195 مليار جنيه. باختصار سعادتك رايح هتصيف، عملت كده قلت والله نقعد 10 ايام، طب ال 10 ايام هنصرف لنا 2000 جنيه. طب هنصرف 2000 جنيه، انا النهارده عملت مرتبي وخدت جمعيه وخدت كذا، عملت 1200، يبقى في 800 جنيه. طب لما ارجع ابقى اخدهم من اخواتي. ده كان رحت هناك سعادتك مع الاولاد اللي اشترى بالونه زياده واللي اشترى مايو زياده واللي اكله زياده، رجعنا صرفنا اكتر، فطلع العجز من 195 المبدئي ل 280. ده كده باختصار شديد عشان نبقى ايه الدنيا ماشيه. طب انا عاوز اسدد ده. الفكر الحكومي اعتبارا بقى من يوم الاثنين 4 يناير 82 اول وزاره في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك برئاسه فؤاد محي الدين، بيعملوا ايه بقى؟ يجوا رئيس الوزراء ووزير الماليه والمجموعه، عندي عجز اقترض من جوه من اخواتي من الحصالات اللي هو الدين الداخلي اللي هو جيب اللي هو وصل 1650 مليار. يعني انت وصلته بعد كده الحصالات بتفضى يا باشا، بنقلبها كده بتفضى. مفيش. طب الحصالات وقرايبنا واخواتنا مفيش، وحصالات العيال فضيت. هات لي من بره بقى من الجيران اللي جنبينا اللي هو وصل 50 مليار دولار. طب ما هو التاني بقى اللي هيجي يسلفني ليه شروطه، مش اخويا ممكن يداري عليا، مش كده؟ لان انا باخد بالجنيه المصري. بره لا، بره يقول لي تعالى يا استاذ انت ناوي تسدد لي ولا ناوي تاكلني ولا ايه؟ طب ايراداتك ايه؟ طب هتصرف ايه؟ طب هتعمله في ايه؟ هيدخلني في حدوته ودوامه. ديت لازم انا اعلم ازاي بقى؟ تماما. قيمه الفايده بتاعت الدين اللي انا بدفعها سنويا سواء الداخلي او الخارجي، فايده زائد جزء من القسط، واحنا بندفع فايده وجزء من القسط، 238 مليار جنيه سنويا. ده ايه ده؟ يعادل الفايده والقسط. ما انا يعني القسط اللي انا بدفعه بايدين داخلي وخارجي زائد الفايده بتاعته يا حلاوه 238 مليار. ده يعادل الموازنه العامه للدوله قد ايه؟ في حدود 24% من الموازنه. يعني العامة. بصرف ربع الموازنه على الدين وخدماته. بالظبط. انا شاري بقى ثلاجه بالقسط، بقبض 1000 جنيه، في 200 جنيه بدفعهم او 250 جنيه 230 جنيه بدفعهم لعم سيحه اللي بياخد القسط بتاعي. كويس قوي. عندي اجور بقى في البيت شغاله وكذا والداده والليله دي موجوده في حدود برضو ال 24%. تمام. عندي دعم اجيب للعيال اكل وسكر ولا هيسيبهم كده عرايا، مش كده؟ في حدود ال 26%. اللي يتفضل كله لا يتجاوز ال 20%. انا مطالب بقى بيه اعمل الجيش واعمل الشرطه واوظف تعليم وتعليم وصحه وطرق واربط واعمل وانفخ في الناس. دي في رايي انا وفي راي ناس اللي هم بيعرفوا اقتصاد موازنه فقر، سواء في الفكر او في الايرادات.